لكن في الاخر وده نمره 3 واهم حاجه، انا طبعا يعني مختلف تماما السياسي اللي وصل الى هذا، مختلف اختلاف تاما. مصر ليس هناك ادنى احتمال انها تتعرض لمخاطر، لا حصار اقتصادي ولا حصار عسكري مطلقا، لانه مصر مش الجزائر في ايه بقى؟ في ان الجزائر مش على حدود الارض الفلسطينيه المحتله، مش على حدود الاسرائيليين، وبالتالي الاسرائيليين هم اللي قلقين من انهم يغضبوا الشعب المصري، لان 85 مليون غاضب لو تحركوا لازم هتقلق. اذا كانت انفاق غزه كانوا قلقانين منها على غزه، 85 مليون ما هيحفروا الانفاق من الناحيه الثانيه ويعدوا بدل من بس حتى الضغوط الداخليه يا شيخ حازم، بمعنى انت شايف اهو القوى المناوئه للتيار الاسلامي ترفع الان شعار الميدان فوق البرلمان، ومش معنى ان انتوا كسبتوا الانتخابات انه شرعيه الميدان انتهت، لا ما زلنا موجودين في الشارع، وبالتالي في ضغوط داخليه كمان في حالة انه يستأثر التيار الاسلامي ايضا بمنصب الرئاسة يعني. امال يعني هنمشي من غير انتخابات؟ يعني هي هتبقى دي ما هو عشان كده اللي قال عجبتني قوي التعبير ده، قال احنا بين البلطجة والحمرقة. يعني واحد النتيجة طلعت ضده فبدأ يحمرق، او واحد تاني قال لا ده ما دام ضدي ما انتوش لاعبين غير لما تلعبوني. مفيش، ده عيب الكلام ده. انما مع ذلك الضغوط الداخل، وعلى فكرة فوز التيار الاسلامي سواء الاخوان او السلفيين ده بيحصدوا نتائج صمودهم السياسي، ان هم الفصيل اللي كان عندهم صمود سياسي في عهد حسني مبارك. يعني هم مش واخدينها مثلا حاجه ما يستحقوهاش، لا ده قعدوا صامدين 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 فشكلوا قوه في الشعب المصري. لكن على كل حال هذه ليست ضغوط، وانما الضغوط اللي بتفرض النهارده. يقولوا لنا اسمه ايه الرجل السياسي اللي قال طب والله ما انا مديكم الرئاسه حتى لو كسبتوا في الانتخابات، ومع ذلك احنا بنطرح انفسنا يا استاذ وائل في انتخابات الرئاسه فرادى. يعني انا اختلفت في الراي مع دول ودول ودول ودول، انما اعبر عن رسالتي، وكل حد من المنافسين الكرام كل واحد يعبر عن رايه تماما وياخد رايه وقراره. طب لماذا لا توافقون على ما دعا اليه الدكتور محمد سليم العوا واخرون، انه يكون في مرشح ينتمي للتيار الاسلامي واحد، ان يتم التوافق بينكم انتم الثلاثه للاتفاق على مرشح واحد ينتمي للتيار الاسلامي؟ هل يمكن ليه احنا يعني اولا ما فيش حد رفض هذا، بالعكس دي فكره جميله جدا وجليله ومحترمه، ولكن في نفس الوقت يعني وجود التفاعل الحقيقه وفي الرؤى ده بالعكس يطلعنا من معنى ان كل تيار عباره عن تذبذب داخل، بالعكس يعطي انطباع انه لا تزال مصر عباره عن بلد ابناؤها يطرحون انفسهم كواحد من المصريين، وكل واحد بيطرح ما عنده. طب هل فكرتم في الجلوس معا؟ اصل المساله فيها قد يكون فيها يعني الطريقه ازاي هي دي اللي تبقى صعبه. يعني ما هكلمك في التليفون اقول لك لو سمحت تنزل لي، ما هو يعني المساله برضو قد تكون محتاجه طرف رابع من غير الثلاثه هو الذي يفعل هذا. انما على كل حال يعني اعتقد ان هي ان شاء الله محلوله باذن الله، ومش ويعني بالعكس هم اهل الرشد، واسال الله ان انا اكون يعني متحلي بما عندهم من الرشد. ان شاء الله. كانت معايا المستشاره نهى الزيني ودعتك الى التنازل، وقالت انه في حاله انتخابات رئاسه سوف يفوز الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ولكنني ساكون حزينه لانه الدعوه عنده اكثر من السياسه، يعني بمعنى انك تغلب الدعوه على السياسه، يعني لست رجل سياسه انت رجل دعوه يعني، وبالتالي هي تطالبك بانك تتنازل عن انتخابات الرئاسه لانك هتكسب وبالتالي مصر هتخسر. يا عيني يا خبر للدرجه دي على كل فتنازل بقى يا شيخ حازم. انا يعني هقول لها بس ان الكلام ده يدلني على انها لم تسمعني بالقدر الكافي. يبدو ان هي
بتقول طبقا لانطباع موجود عندها ولكنها لم تسمع. لو سمعت ربما يتغير الوضع أو لا يتغير، لكن بس أنا أدعوها إلى أن تسمع، لأنه هذا جزء من ده، نوع من ده الحقيقة، معنى من المعاني الموجودة، إنه في حد بيعلق انطباعيا كده من غير ما يكون بيسمع ولا شاف ولا قعد ولا حاجة، فبالتالي بياخد انطباع موجود عنده. إنما لو سمع ربما يعني يدرك الفارق. أنت عارف حضرتك إحنا في عندنا استفتاء لطيف موجود على النت بقاله أسبوع كده تقريبا، فلما جت النتيجة طلع وفوجئوا بالنتيجة إنه طلع بطريقة معينة، أعتقد حتى في جهات إعلامية جالها سكوت تام وكأن شيئا غير مطروح. فأنا بعتقد إن المسألة الحقيقة مش إسلامية، لأنه صدقني حتى التيار الإسلامي إذا وجد أن المرشح لا يجيد الجوانب السياسية أو جوانب السياسات، إنما أنا عندي على ننازل البرنامج كتابة وفيديو صوت وصورة وكل حاجة، نازل في كافة المجالات أطروحات سياسية كاملة واقتصادية واجتماعية ومن كل نوع، هي التي كان لها أثر في أن هي لفتت النظر أنه في برنامج مجود وعميق، إنما مش مسألة دعوة. فهي بس تسمع كويس، وبعد ما تسمع أحب أن أنا أتكلم معاها إن شاء الله. طيب، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ألف شكر.